اختفت سنين ورجعت ولا كأن الزمن مر عليها. اللي شافها معرفهاش وبقت ولا بنات العشرين. غيرت كل حاجة في حياتها وكأنها عايزة تنسى كل اللي حصل لها. بناتها أهم حاجة عندها، ورقة الرجالة ما بقتش في حساباتها خالص. أخدت حقها من كل اللي ظلمها وقالوا اعتزلت بعد ما اختفت. مصطفى قمر كلمة السر في حياتها ولسانها جاب لها مشاكل كتيرة. علا غانم راحت فين؟ سؤال كتير سألوه بعد ما جيلها كله رجع للتمثيل مرة تانية. فيا ترى هي عايشة برا وسابت مصر فعلا؟ وليه بطلت تمثيل؟ وإيه حكاية مصطفى قمر معاها؟ ويا ترى إيه سر جوازتها الأخيرة؟ والمشاكل اللي بينها وبين جوزها حصل فيها إيه؟ تفاصيل كتير قوي عن حياتها نعرفها في الفيديو ده، ومفاجآت محدش يتوقعها. علا غانم تبان شخصية قوية ومحدش يقدر عليها، وده بسبب آرائها الجريئة وإنها مش بتخاف من حد وبتقول اللي هي عايزاه. بس اللي محدش يعرفه إن في وش تاني في حياة علا غانم بتحاول ما تظهرش بيه قدام حد، وده علشان ما تبانش ضعيفة. الوش ده في مشاكل كتير اتعرضت لها من أقرب الناس، واللي كان منهم جوزها اللي عاشت معاه في أمريكا من سنين واستحملت منه حاجات كتير ومش سهلة أبدا، وكان منها إنه بيمد إيده عليها. أيوة، وكانت بتستحمل وبتعدي لحد ما في مرة ما عدتش، وده كان بسبب إن بناتها شافوها وده بيحصل معاها. حست إنها اتكسرت قدامهم فقررت إنها تاخد موقف وانفصلت عنه. وبعد الانفصال علا قررت إنها مش هتنزل مصر. حست إنها زهقت من التمثيل وفتحت مشروع مختلف تماما وهو مدرسة للكلاب، وكانت جايبة معاها فلوس كويسة جدا ومخلياها مش محتاجة لحاجة ولا لحد. وفضلت مستمرة كده لمدة 4 سنين، مفيش أي حد عارف عنها حاجة. كل الناس فكرت إنها اعتزلت ومش هتمثل تاني، لحد ما نزلت مصر علشان فرح بنتها وعلشان ترجع علا للأضواء مرة تانية، بس المرة دي بفضايح من العيار التقيلة، وتتهم جوزها إنه سرقها وإنه مد إيده عليها. وفعلا دخلت المستشفى والمشاكل بينهم ما كانتش بتخلص لحد ما كل حاجة اتحلت بالمحاكم. بعدها علا غانم قالت إنها ملهاش دعوة بالرجالة مرة تانية ومش محتاجاهم في حياتها، وعيشت مع نفسها. ومع رجوعها وظهورها تاني كان شكلها غريب على الناس بعد ما ملامحها كلها اتغيرت وبقت واحدة تانية خالص. الحلاوة بقى بقت زيادة على الآخر، وكأنها عندها 20 سنة وتبان أصغر من بناتها. مصطفى قمر بعدها فتح لها طاقة القدر بإنه كلمها علشان ترجع تمثل تاني في أولاد حريم كريم، وهي وافقت وعملت الفيلم وما حققش نجاح كبيرة. كانت ناوية ترجع كبطلة للمسلسل باسمها، بس لحد دلوقتي ما ظهرش ليه أي معالم وما تحققش. كل الآراء راحت إنها خلاص صرفت نظر عن الموضوع ورجعت هي واختفت مرة تانية. أغلب الآراء بتقول إنها رجعت أمريكا علشان المشروع بتاعها، واللي أصلا هو مصدر رزقها والفلوس كله بتقويها. ده غير إن حتى أخبارها ما بقتش موجودة على السوشيال ميديا، مش بتنزل ليها أي حاجة خالص، ورجعت للاختفاء مرة تانية. في النهاية انتوا بقى إيه رأيكم في اللي حصل معاها؟ وهل هي فكرت صح ولا غلط؟